السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة والسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا وأكلة مهمة جدا في الشتاء تحديدا لزيادة إنتاج البيض. كل الناس بتشتكي من نقص إنتاج البيض لأسباب مختلفة. احنا النهاردة جايين نتكلم عن الأسباب اللي لها علاقة بالتغذية. ملناش دعوة بالناس اللي بتعاني الطيور بتاعتها من مشاكل مرضية، مشاكل سمنة، عدم اهتمام، سوء تهوية، كل التفاصيل دي كلها، او بيبعدوهم عن الشمس. كل التفاصيل دي احنا مش جايين نتكلم عنها النهاردة. احنا جايين نتكلم تحديدا عن السبب اللي بيتعلق بسوء التغذية. يعني حاجة اكلة مهمة جدا لزيادة انتاج البيض وهتفيدنا بشكل كبير في الشتاء. اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. محتاجين نعرف يا جماعة ان الطيور علشان تزود انتاج البيض لازم كل العناصر الغذائية تكون مستقرة جوه جسمهم. يعني ما يجيش يوم من الايام كده تديهم بروتين وتنسى تديهم كالسيوم، او تديهم كالسيوم وتنسى تديهم بروتين، او تنسى الاتنين مثلا وتديهم حاجة تانية. لازم كل العناصر الغذائية تدخل جسمهم بوتيرة مستمرة وبشكل متكرر وما تتقطعش عنهم ابدا. لو حضرتك ما عملتش كده فبمنتهى البساطة الطيور بتاعتك هتبدأ تأثر في جانب من الجوانب. لو قطعت البروتين هتلاقي البيضة حجمها قليل وممكن ما تلاقيش البيضة أصلا. لو قطعت الكالسيوم هتلاقي البيضة قشرتها ضعيفة وممكن ما يكونش فيه قشرة أصلا. لو قطعت الفوسفور أو مش عارف إيه أو مش عارف إيه، أي عنصر غذائي هينقص من جسم الطائر هيأثر على صحة الطائر أو إنتاجية الطائر، سواء المتعلقة بزيادة إنتاج البيض وإنتاج البيض أو حتى إنتاجية الطائر المتعلقة باللحم وزيادة الأوزان لو أنت بتربي طيور للتسمين. فكل حاجة في الغذاء بتاع الطائر بتأثر على الانتاجية. وما تفتكرش ابدا ان في حاجة ملهاش لازمة او حاجة كده احنا بنقولها بشكل كمالي. لو حضرتك يعني هقولك طبعا الاكلة اللي هنتكلم عنها النهاردة، بس لو حضرتك فاكر كده معايا وبتسترجع الذاكرة، انا ليه دايما بقولك على نظام الاكل بتاع الصبح ثم النهار وبعد كده الاكلة الاخيرة بالليل. ليه باكد عليك دايما ان احنا الصبح بدري ندي علف علشان البروتين اللي فيه ال 23% بروتين او ال 21% بروتين، وبالنهار برضو انا ليه باكد عليك ان يكون في خضروات بالنهار علشان الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي فيها اللي بتساعد بنسبه كبيره جدا على زياده انتاج البيض، خصوصا لو كرنب او ملفوف. وليه باكد عليك في الشتاء برضو تحديدا انك تدي العيش وبواقي العيش، علشان العيش وبواقي العيش دي كربوهيدرات، خصوصا لو حطيت عليها رده وقدمت منها حتى كميه كبيره بالرده ما تضرش. انما من غير الرده بقول لك دايما ابعد عن الاكثار من العيش والكربوهيدرات علشان ما تحصلش سمنه ويتسد مخرج البيض. ليه بقول لك دايما على الروتين ده؟ وليه باكد ان الروتين ده هو افضل روتين لزياده انتاج البيض؟ ما هو علشان خاطر العناصر الغذائيه اللي موجوده في كل اكله من الاكلات، سواء الصبح العلف او النهار الخضروات او بالليل العيش. وعلشان نحافظ على التغذيه وعلشان ما يكونش فيه سوء تغذيه لازم يكون في عناصر مختلفه واكلات مختلفه تدخل جسم الطائر. والاكله بتاعت النهارده هي الطماطم. هتقول لي غالية، احنا عايزين نوفر، احنا مش عايزين نصرف. اقول لك لا، عادي جدا. حضرتك اولا مش هتشتري الطماطم الغالية، هتشتري الطماطم الرخيصة. ثانيا حضرتك مش هتستخدمها كل يوم. ثالثا هي مهمة جدا حتى لو غالية. الطائر ما بيختلفش عن الانسان، ما بيختلفش عن اي كائن حي حوالينا في اي شيء. هو كائن حي ومحتاج ياكل عناصر غذائية مختلفة وياكل حاجات متنوعة. الطماطم مهمة جدا لأسباب كتيرة وهقول لك ازاي تستخدمها، الطريقة الأمثل لاستخدامها علشان تاخد الفايدة الكبرى بتاعتها. لكن هي مهمة في ايه الطماطم؟ مهمة في الأملاح اللي فيها. الطماطم فيها أملاح مهمة جدا 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 في الشتاء تحديدا، لأن انت في الصيف مش هتعرف تستخدم الطماطم. والحكمة إلهية، الطماطم انت لو استخدمتها في الصيف مش هتستفيد بيها، لان كده كده الطائر الاملاح هتتعبه في الصيف انما مش هتتعبه في الشتاء. لان في الصيف في حرق على طول او في اسمه ايه ده، يعني عرق على طول. هو مش عرق بالمعنى الحرفي لان الطيور ما بتعرقش، لكن دايما الميه اللي في جسم الطائر بتتصفى فالاملاح هتتعبه في الصيف. انما في الشتاء بيبقى مفيد جدا انك تقدم للطيور بتاعتك
الطماطم. والحكمة الهية فعلا هي يعني في الشتاء احنا انتاج البيض بيقل، انتاج البيض بيقل اصلا، فمن المهم ان احنا ندعم الطائر بالطماطم. ازاي بقى حضرتك تستخدم الطماطم؟ ركز معايا كويس جدا علشان تاخد اكبر فايدة من الطماطم. احنا مش هنستخدم الطماطم لوحدها، لازم نحط معاها بعض الاعشاب، هنستخدمها على الاقل مرتين اسبوعيا. ازاي بقى؟ ممكن حضرتك تقطعها سلطة ومش هتقدم منها كميات كبيرة، دي هتبقى يعني كمية قليلة مع الوجبة بتاعت النهار اللي هي وجبة الخضروات، تمام. وممكن تقدمها بعد العلف الصبح او مع وجبة العيش بالليل، براحتك، مش هتفرق المواعيد. لكن لازم تركز على الخلطة اللي هتحطها على الطماطم، تمام. اولا انت في طريقة تانية للتقديم نسيت اقولها لك، انك ممكن تخلطها في الخلاط، تضربها في الخلاط وتعملها معجونة كده، يعني عجينة تبقى مضروبة في الخلاط، وتحط بقى عليها كل الاضافات اللي احنا هنتكلم عنها. ممكن تحط الاضافات دي عليها وهي سلطة، وممكن تحط الاضافات دي عليها وهي مضروبة في الخلاط. وانا شخصيا بفضل تتضرب في الخلاط علشان خاطر الاضافات اللي هتتحط عليها تختلط بيها كلها والفايدة تدخل جسم الطائر كاملة. هنحط ايه بقى على الطماطم؟ هنحط معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. دول هيكفوا قد ايه؟ هيكفوا حوالي 15 طائر، 15-20 طائر هيكون كافي جدا بالنسبة لهم على وجبة طماطم قليلة، مش وجبة كبيرة يعني، مش وجبة مشبعة. حلو، هتقدمها مثلا بعد الوجبة بتاعت الخضروات او معاها، او بعد العلف، او بعد العيش بالليل، هيكون مفيد جدا 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 بالنسبة لهم الشطة والزنجبيل والفلفل الاسود علشان الدفى، علشان ندفي جسم الطائر، والطماطم علشان مليانه املاح. ممكن حضرتك تقدم الطماطم للمره الثالثه، احنا قلنا هنقدمها مرتين في الاسبوع، دي مرات ثابته، المرتين دول ثابتين ما بيتغيروش. انما المره الثالثه دي هتجيبها منين؟ هتجيبها من بواقي الاكل اللي بتفضل في البيت. اكيد حضرتك بواقي الاكل يعني مثلا في الاسبوع مره اكيد بيبقى فيه طبيخ، الطبيخ ده هتاخد منه الطماطم وبواقي الطماطم مع الرز مع المكرونه مع مش عارف ايه، الحاجات دي كلها على بعضها كده حضرتك بقيت بتستخدم الطماطم 3 مرات اسبوعيا، 3 مرات اسبوعيا. ومن خلال الطماطم بمنتهى السهولة ان شاء الله هنحافظ على وتيرة الانتاج، انتاج البيض عند الطيور بتاعتنا. الناس كلها بتشتكي من فصل الشتاء ان هو بيقطع الانتاج، وانا حبيت اأكد انك ممكن تعالج المشكلة دي بالتغذية السليمة، بس التغذية السليمة. لكن لو في امراض او مشاكل تانية لازم نعالجها طبعا قبل ما نبص لاي حلول تتعلق بالتغذية. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. نشوفك على 1000 مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.